تعالوا النهاردة نعمل مع بعض أكلة حلوة جدا وبتنفع في العزومات جدا. طعمها لذيذ وسهلة قوي. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول وندخل على الفيديو بتاعنا على طول. هاتي نص كيلو من اللحمة المفرومة وتعالي أقولك تعملي أكلة حلوة جدا. على نص كيلو اللحمة المفرومة هستخدم كده بصلتين وسط، هبتدي أفرمهم في الكبة فرم متوسط، وبعد كده هيكون معايا ربطتين من الخضرة اللي هي كزبرة وبقدونس، ربطة وربطة يعني. هوريكم الحجم اللي انا مستخدماه دلوقتي، هو ده الكمية اللي انا عايزاها من الخضرة، مش هنكتر اكتر من كده على النص كيلو. تمام، يعني ربطة وربطة كده زي ما انتم شايفين، هو ده الكمية المناسبة. تمام، هنزل برضو بيهم في الكبة كده علشان عايزاهم برضو يتفرموا فرم ناعم. وبعد كده هنشوف هنعمل ايه تاني مع بعض من ألذ وأطعم الأكلات اللي ممكن تعمليها، وزي ما قلتلكوا كده في العزايم بتكون حلوة جدا. بصوا بقى، بيكون طعمها تحفة وريحتها كده وهي بتستوي بس يعني خطيرة. هفرم بقى الخضرة كمان وبعد كده هنكمل الوصفة بتاعتنا. بصوا، لازم نمشي كده على حاجات معينة علشان تتظبط معانا وما تبص مننا. تمام، هي سهلة قوي وفي نفس الوقت لازم يكون ليها كده ايه شوية خطوات لازم تمشي عليها عشان تطلع معاكي مظبوطة. فرمت بقى الخضرة والبصل زي ما انتوا شايفين كده على نص كيلو اللحمة المفروم، واللحمة كمان بتكون عندي فيها نسبة من الدهون. خلاص، يعني ما بتكونش حمر قوي، نسبة دهون كده علشان تكون مظبوطة معايا. نص معلقة كبيرة من الفلفل الاسود، وهضيف كمان معلقة كبيرة من الملح، وممكن كمان نستخدم شوية ملح كمان. خلاص كده هبتدي بقى اخلطهم كلهم مع بعض كويس جدا كده مع بعض، علشان عايزة كل الحاجات دي تمتزج كده مع بعضها. ومش بس كده، هنرجع تاني في الكبة ناخد كل الحاجات دي ونبتدي نفرمهم فرم ناعم قوي تاني مع بعض. انا عايزة اللحمة بتاعتي النسيج بتاعها يبان معايا، ودي خطوة مهمة جدا في نجاح الوصفة بتاعتنا بتاعت النهاردة. اهم حاجة الخطوة دي بتفرق جدا في النجاح بتاعها. لو ما عملتهاش هتلاقيها مش حلوة معاكي خالص وهتفك منك ومش هتكون كويسة معاكي. تمام. عايزه اقول لكم على حاجه، في ناس بتستخدم على الوصفه دي بتحط شويه رز مطحون او بيض او كده. انا مش هستخدم كل الحاجات دي، احنا هنمشي على الخطوات اللي انا هعملها. مش هتحتاجي ولا رز مطحون ولا هتحتاجي بيض ولا هتحتاجي اي حاجه، وهتطلع معاكي مظبوطه جدا وحلوه قوي. خلاص، هي الخطوه دي مهمه جدا، اللي انا برجع اخد اللحمه بتاعتي مع البصل والخضره، ابتدي افرمهم في الكبه لحد ما الانسجه بتاعت اللحمه بتاعتي كلها كده تبان معايا وتكون كده مفرومة كويس جدا. طيب لو حد ما عندهوش الكبة وعايز يعملها ويجربها، بصي زمان كانوا بيعملوها في الهون، ياخدوا اللحمة بقى مع الخضرة مع البصل ويبتدوا يدقوا فيها كويس جدا، يدقوا اللحمة كده بالهون لحد برضو ما تنعم معانا خالص كده والأنسجة بتاعتها تطلع برضو. يعني لو انت ما عندكيش كبة وحابة برضو تجربيها، عندك بقى الهون وايه، ابدأي كده اعمليها في الهون لحد ما الأنسجة بتاعت اللحمة تظهر معاكي وكل الحاجات تتفرم كده مع بعضها، وتبقى اللحمة معايا بالقوام اللي احنا شايفينه ده. هتكون برضو مظبوطة معاكي وزي الفل. تاني حاجة بقى، معايا كيلو الا ربع من الرز، وهنستخدم رز نوعه كويس لاني انا مش هغسله، يعني مثلا زي رز الضحى او اي رز كويس يكون نوعه حلو، يكون هو اصلا مغسول قبل كده يعني. الرز اللي هو في الأكياس ده بيكون مغسول قبل كده فمش بنحتاج نغسله تاني. أنا هنا في الوصفة بتاعتي مش بحتاج إلا أنا أغسل الرز، لأنه أنا محتاجة النشا اللي في الرز علشان برضو تظبط معايا الأكلة، علشان ما نستخدمش زي ما قلتلكوا الرز المطحون أو أي حاجة تانية. استخدمت كيلو الا ربع من الرز على نص كيلو من اللحمة المفرومة، وزي ما قلتلكوا يكون فيها نسبة دهون، وكمان بصلتين وسط وربطتين من ربطة من الكزبرة وربطة من البقدونس وسط كده بس كده، ونص معلقة من الفلفل الأسود على نص معلقة من الملح. كده الوصفة بتاعتنا كاملة ومش محتاجين أي حاجة تانية. تعالوا بقى نعمل كده طرنشات من البصل، وكمان نرش عليها رشة من الفلفل الأسود على رشة ملح، وبعد كده هكون برضو معايا
طماطمايه ابتدي برضو اقطعها كده طرنشات رفيعه. دي بقى بتخلي الكوبيبه بتاعتنا ريحتها جميله جدا وهي بتستوي وطعمها حلو قوي، زي ما بنعمل كده في المحاشي يعني، فرشه كده من تحت بتدي ريحه حلوه وتعلي التست بتاعنا. هنا بقى نبتدي بقى نشكلها شويه، ناخد كده شويه من الخلطه اللي عندنا، نبتدي كده ايه نكورهم وبعد كده نضغط عليهم بكف ايدينا. هنا الكاميرا مش واضحه قوي ما خدتش بالي، بس يعني انت بتاخدي شويه جزء من الخلطة اللي احنا عملناها دي، تعمليها كورة كده وبعد كده تضغطي عليها بايديكي لحد ما تبقى معاكي بالشكل اللي احنا عاملينه مع بعض ده. بس كده سهلة وبسيطة، وطبعا بتكون باين نجاحها من وانتي بتعمليها، بتلاقيها متماسكة معاكي مش سايبة او مش بتفك ولا اي حاجة. خلاص كده. عايزة اقول لكم كمان على معلومة، لو حابة اللي انت تعمليها قبليها بيوم وتحطيها في التلاجة بتكون اجمل واجمل. لو حابة تعمليها وتشيليها في الفريزر تخزنيها، لو انت مثلا شغالة ممكن تعمليها بالليل، او لو انت عايزة تعملي كمية منها وتشيليها في الفريزر لأي طوارئ عندك بتكون حلوة برضو، بتنفع معاكي. يعني اكلتنا النهاردة حلوة قوي ولها كذا ميزة كده، وطعمها خطير جدا. اللي ما جربهاش يجربها وهتعجبه قوي. وفي العزومات بقى ما اقولكوش بقى بتكون تحفة، يعني بتكون كده ايه، بطلة العزومة. خلاص هخلص بقى كل الكمية بنفس الطريقة كده. ويستحب طبعا اللي احنا ندخلها التلاجة شوية قبل ما نسويها، يعني نص ساعة على الأقل. زي ما قلتلكوا كل ما بتسيبيها في التلاجة كل ما بتكون أحسن معاكي وتبقى متماسكة وحلوة جدا. على قد ما تقدري اعمليها بدري شوية وسيبيها في التلاجة، هتكون معاكي حلوة قوي. على فكرة أنا عملتها وما سبتهاش في التلاجة ولا حاجة، ما دخلتهاش، بس أنا بعرفك برضو الخطوة دي مهمة وبتفرق برضو، بتخليها أجمل. لو ريحتيها شوية في التلاجة هتكون النتيجة بتاعتها أحلى من كده كمان. بعد كده بقى هنزل بالشوربة بتاعتي وضفت عليها كمان نص معلقة من السمنة، غطيناها كده زي ما بنعمل المحشي بالظبط، زي ما بنسوي المحشي نفس الفكرة. وهبتدي بقى اسيبها على نار عالية. اول ما تبتدي كده تتشرب السوائل اللي عندي بهدي النار عليها واسيبها تستوي براحتها خالص. هنا بقى هنجيب 3 حبات من البيض او بيضتين زي ما انت تحبي بقى الكمية اللي انت عايزة تعمليها، نص معلقة من الفلفل الاسود ورشة من الملح. هنبتدي بقى نفك البيض ده كويس جدا ونظبط الفلفل شوية علشان يكون طعمها حلو معايا وما يكونش فيها زفرة ولا اي حاجة. هنجيب الصينية بتاعتنا نحط فيها معلقتين كده من السمنة كبار، حابة تحطي زيت على سمنة زبدة براحتك خالص. بعد كده كانت الكوبيبة بتاعتنا استوت تسوية كاملة، يعني بتقعد على النار تقريبا ساعة الا ربع على نار هادية كده. بعد طبعا ما بنتشرب السوائل بنهدي النار عليها زي تسوية المحشي بالظبط. خلاص هبتدي بقى اخد منها كده الكمية اللي انا محتاجاها، وهبتدي انزل بيها في الخلطة اللي احنا عملناها دي علشان بقى ايه نحمر شوية. طبعا هي ممكن تتاكل كده عادي وممكن تحمريها برضو، الطريقة بقى اللي تعجبك واللي بتحبيها هتعمليها. انا بستخدم شوية كده متحمرين وبنستخدم برضو شوية زي ما هي كده، بيكون طعمها لذيذ جدا. ريحتها كانت خطيرة. بصوا بقى من الاكلات اللي فعلا بتكون قلبة ريحة الدنيا كلها وهي على النار كده بتستوي، بتشم ريحة حلوة قوي. هبتدي بقى اقلبها على الناحية التانية اول ما تاخد اللون الذهبي الجميل ده، وبعد كده نخلص بقية الكمية بنفس الطريقة وهتاكلي أكلة حلوة قوي. طبعا دي اسمها الكوبيبة، في ناس كتير عارفاها وبرضو في ناس ما تعرفهاش. خلاص جربيها بقى لو انت اول مرة تشوفيها على الطريقة بتاعتي، هتكون معاكي حلوة جدا. زي ما قلتلكوا هي سهلة قوي وبسيطة، بس ليها كده شوية خطوات لازم تمشي عليها علشان تطلع مظبوطة معاكي وما تفكش منك. خلاص استخدمي بقى كل المكونات اللي انا قلتها لك دي زي ما عملتها انا بالظبط عشان تطلع معاكي زي الفل. خلاص كده خلصت بقى الكمية اللي انا عايزاها. وعايزه اقول لكم نص كيلو اللحمه بيدينا كميه كبيره، يعني اللي انتوا شايفينها دي طبعا لسه في قدها مرتين، نفس الكميه كده قدها مرتين، ما شاء الله بتعمل كميه كبيره معاكي. يعني اكله كده مشبعه وبتكون حلوه جدا، وما شاء الله بتدي معاكي كميه كبيره، يعني نص كيلو اللحمه بيدي معاكي كميه كبيره. جربيها تعجبك ان شاء الله. لو وصلتوا بقى معايا لهنا يا ريت تعملوا لايك للفيديو، لو اول مره تشوفوني اشتركوا في القناه فعلوا الجرس عشان يصلكوا كل الاشعارات الجديده. ويجربوها بقى وتعالوا نشوف مع بعض قد ايه طعمها وشكلها حلوين جدا وقد ايه هي متماسكه وتحفه.
تعالوا كده نشوفها مع بعض. الرز طبعا مستوي تسوية حلوة جدا، والقوام بتاعها مظبوط قوي، ولا فكة ولا مكتومة، مظبوطة. تعالوا بقى نقطع واحدة كده مع بعض ونشوف شكلها من جوه عامل ازاي. زي ما انتوا شايفين كده حلوة جدا. امشي على المكونات اللي انا قلتها لك وعلى الخطوات بالظبط عشان تطلع مظبوطة معاكي، واستنيني في فيديو جديد. باي.